عماد متعب مع نادي الاتحاد أمام النصر. الاتحاد الجزائري يحل الرابطة الوطنية المنظمة للدوري على خلفية قضية فريق رائد القبة. العراقي عدنان حمد يقترب من تدريب نادي الشعب الإماراتي. أهلا بكم إلى أخبار الرياضة مباشرة من العربية. وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على مشاركة المهاجم عماد متعب مع فريقه الاتحاد في مباراته مع النصر في الدوري السعودي يوم الأربعاء، على أن يغادر بعدها مباشرة إلى القاهرة للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده المدعو لملاقاة جيبوتي يوم الجمعة ضمن تصفية كأس العالم. مباراة النصر والاتحاد جرى نقلها لتقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بدلا من استاد الملك فهد الدولي، والذي سيستضيف لقاء الشباب والأهلي. يذكر أن المباراة ستجري من دون حضور جماهيري تنفيذا لعقوبة اللجنة الفنية على النصر. وبالأمس أعلن نائب رئيس نادي النصر الأمير وليد بن بدر سعي ناديه لإنشاء رابطة للأندية المحترفة تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم تهتم بمصالح الأندية ليكون لها صوت مؤثر بالاتحاد السعودي. للمزيد من الحديث عن الكرة السعودية انضم إلي أحمد سرور كاتب صحيفة الرياضية. سيد أحمد، أهلا بك. هل نصف الأمر برب ضارة نافعة لتغيير كثير من الأمور في كرة القدم السعودية؟ مساء الخير أخي يوسف، وكل عام وأنت بخير ومشاهدي العربية الأعزاء. إذا بنتكلم عن الأزمة الأخيرة بعد مباراة الوفاق والنصر. نعم. طيب، هل تسمعنا سيد أحمد؟ سيد أحمد تسمعني؟ ربما لا يسمعني سيد أحمد كثيرا. أعيد تذكير فقط بأننا كنا بصدد الحديث عن الأزمة التي تعيشها كرة القدم السعودية بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الاتفاق مع نادي النصر في مدينة الدمام. سنتابع الموضوع بعد قليل. سنعود للسيد أحمد سرور بعد قليل. صدرت موافقة الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير سلطان بن فهد على رفع الإيقاف عن مدافع نادي الشباب نايف القاضي بعد انقضاء نصف مدة العقوبة التي أقرت عليه، وبذلك سيتمكن اللاعب من المشاركة أمام الاتفاق في مباراة الدوري السعودي المقررة يوم الأربعاء المقبل. علمت العربية أن العراقي عدنان حمد بات قريبا من تدريب نادي الشعب الإماراتي. حمد من المنتظر أن يواصل مفاوضاته مع إدارة نادي الشعب للوصول إلى صيغة نهائية في الأيام المقبلة. يذكر أن حمد سجل عدة إنجازات تدريبية بقيادته للفيصلي الأردني لإحراز كأس الاتحاد الآسيوي مرتين والوصول مع العراق للمركز الرابع في أولمبياد أثينا العام 2004. في كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم تصدر شبيبة القبائل الجزائري المجموعة الثانية بعد تغلبه على ضيفه المريخ السوداني ب3-1. المزيد عند كمال تمام. قبل انطلاق المباراة وقف الجميع دقيقة صمت ترحم على أرواح ضحايا فيضانات غرداية جنوب العاصمة الجزائر، كما قررت إدارة شبيبة القبائل تخصيص عائدة المباراة لصالح منكوبي الفيضان. الشوط الأول للمباراة لم يرقى إلى المستوى رغم سيطرة أصحاب الأرض الذين حاولوا خلق عدة فرص لكنها دون خطورة أمام التحصين الدفاعي القوي لنادي المريخ الذي أوقف كل محاولات زملاء ياسين معوش. الشوط الثاني عرف الزيادة في إيقاع اللاعب من طرف الشبيبة، في حين اكتفى المريخ السوداني بالدفاع في المنطقة وبقي الجمهور ينتظر على أحر من جمر الهدف المحرر إلى غاية الدقيقة 59، حيث أثمر ضغط الشبيبة وافتتح المدافع باري ديمبا ثلاثية برأسية محكمة. هدف محرر عقدة الشبيبة وفتح مساحات في الدفاع المريخ، ولم تمضي دقيقتين حتى تمكن أوزناجي الذي أقحم في مكان بن سعيد، وفي أول محاولة له من التوغل في الدفاع ومباغتة الحارس أكرم الهادي بمراوغة جسمانية جميلة وإمضاء الهدف الثاني. وجاء الهدف الثالث في دقيقة 73 عن طريق رأسية مدافع آخر إدريس كوليبالي.
وانتهز هجوم المريخ تراجع الشبيبة في اللحظات الأخيرة من اللقاء لتقليص الفارق عن طريق على عبد الزاهر في الدقيقة 85. الحمد لله وين باش تفوز 3 أهداف مقابل 1 ضد فريق المريخ، فريق كبير، ونهني على المقابله تاعها. وحنا المهم كانت 3 نقاط وين لازم نربحوا باش نولي في المرتبه الاولى. كانوا عندنا بعض من المشاكل، لعبنا كره طويله وين سمحت للخصم بالقيمه تاعو طويله يدي كل الكرات، ما سجلناش ما قدرناش نسجلوا الشوط الاول. انا نقول الشوط الثاني دينا نصايح اللي مديناهم اللاعبين بقوا فوق الميدان، ولعبنا الكره اللي لازم نلعبوها، الكره قصيره، الكره في الرجل، وطلبنا من اللاعبين باش نخرجوا الكره اكثر على الاجنحه. الاسباب الفريق الخصم شفنا الاجنحه تاعو كانوا ناقصين، واليوم الحمد لله كما نوينا نلعبوا في الشوط الثاني لعبنا. كان للشبيبة ما أرادت في هذه المباراة، ثلاثية وفوز ثمين يسمح لها بالانفراد بصدارة المجموعة الثانية، ويكفيها التعادل بسوسة التونسية ضد النجم الساحلي للصعود إلى النهائي. كما تمام العربية من ملعب نوفمبر تيزي وزو شرق العاصمة الجزائر. نعود للحديث عن الكرة السعودية من جديد إلى سيد أحمد سرور كاتب بالصحيفة الرياضية. سيد أحمد، أهلا بك من جديد. كنت قد سألتك هل نعتبر ما حدث في الدمام بأنه ضارة نافعة في الآن نفسه لكرة القدم في السعودية لتصحيح الكثير من الأمور؟ فعلا أخي يوسف، إنما حدث يعتبر رب ضارة نافعة. دوري المحترفين السعودي يقام في تجربته الأولى وهو وليد اللحظة، وسيفرز الكثير من القضايا والأحداث التي سيتبعها فيما بعد الكثير من القرارات. ما حدث في مباراة الاتفاق والنصر لا أقول شيء متوقع، ولكن ربما ما سيأتي بعد هذا الحدث ما هو أخف أو أكبر من أحداث الحدث الذي الشغب الجماهيري الذي حدث في تلك المباراة دعا إلى نقل مباراة النصر مع الاتحاد في الجولة الأربعاء المقبل بدون حضور جماهيري إلى ملعب الملز كما ذكرنا في هذه النشرة. سيد أحمد، طب ردود الأفعال التي تلت الأحداث كيف تقيمها أو تقومها؟ هل كانت في مستوى الحدث أكثر حدة أم أنها أقل حدة؟ كيف تعلق؟ من وجهة نظر شخصية أرى أن ردة الفعل كانت إيجابية، ومثل ما ذكرت مسبقا أن مثل هذه الأحداث ستفرز الكثير من القرارات المستقبلية. طيب، تتفق معي أن أبرز ما صدر هو رغبة النصر بإنشاء رابطة للأندية في السعودية تقوم بتسيير الدوري كما هو الشأن، كما هو معمول به في العديد من البلدان؟ هذا ما طالب به نائب رئيس نادي النصر الأمير الوليد بن بدر. أرى أنه في المستقبل القريب قد يكون هناك اتفاق جماعي من رؤساء الأندية جميعا في دوري المحترفين لوضع مثل ذلك. فرابطة المحترفين بالتأكيد ستحمي الأندية، وبالتالي أيضا ستحمي الطرف الآخر اللي هو الحكام. ماذا تتوقع أن تكون ردة فعل الاتحاد السعودي لكرة القدم عن هذه المطالب التي بدأت تتكاثر وتتزايد مع دخول هذه التجربة الجديدة؟ دوري المحترفين ما زال وليد اللحظة، ولا شك أن هناك الكثير والكثير من القرارات التي ستفرزها الأيام المقبلة. أعود لموقعة الاتفاق بالنصر وما حدث من في الجانب الأمني. الجانب الأمني مهم كثير في الملاعب الرياضية وبالذات كرة القدم. لا نقول هناك تقصير، ولكن نطالب بالتركيز أكثر وبحضور عدد أكبر من وربما هناك تجارب حتى خليجية مثل ما يحدث في الإمارات مثلا. هناك فرق أمنية خاصة بأمن الملاعب، ربما هذه تجربة للاقتداء بها، وأيضا هناك تجارب أخرى. سيد أحمد سرور،
ساعدنا بمشاركتك معنا في هذه النشرة، الكاتب بصحيفة الرياضية. نلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة. في الوقت الذي يسعد فيه المنتخب الجزائري لمباراة مصيرية مع ليبيريا في تصفيات الموحدة لكأس العالم وأفريقيا